بدي اشوف الدرس لو سمحت. بدي اشوف الدرس. افتح ما تخاف، ما في شيء بخوف. افتح بعد شوي بقى. هيدا درسك طالع بالمقلوب، كرمال هيك عم يضغط على مفصل الفك وعم بيسبب لك ألم. بسيطة، ما في شيء بخوف. بخوف مين؟ انت بدك تعطيني كتير من وقتك، لانه في كتير جلسات هلا لازم نعملها. يعني بدي اعمل لك كشف وتصوير بانورامي للفكين وكتير شغلات. بس بدك ترافقني فترة ونبقى على اتصال دائم اذا ما عندك مانع يعني ولا عندك مشكلة. وكمان في شغلة، لازم تكون مستعد اتم الاستعداد لهالشي، يعني مش تجي لعندي فترة او جلسة وحدة وبعدين تروح، هيك بتفشل لي مشروعي وبالنهاية كله كرمالك. يا حطب شو؟ بنتك مسافر. إذا مسافر ما في مشكلة، هون بنشوف حدا غيرك. بحياة امك، بحياة ماما، مين قال لك رجعان؟ انا هلا رجعان من السفر. استنى لك حبيبي غسان تاخذ الشنطايه، هاي جيتك الك تبعتك هي الشنطايه، حتى اغراضك كلهم فيها، تكرم عينك. انت اول جلسه بكره مو؟ خليها اليوم احسن. وحياة الله عن جد سنوني عم يجعوني، وخاصة الفك السفلي. خليها اليوم احسن. وانا كمان ما معي كتير وقت، بلكي اليوم نعمل الصورة البانورامية وعلى اساسها بنحدد كيف بدنا نشتغل. بحياة امي قومي يا صعب. لحظة يا استاذ راضي، لحظة. في احتمال تكون العيادة مشغولة بالجامعة، خليني احكي مع زملائي وحدد لك موعد. شو عليه؟ تحديد مليح، تحديد احسن. سمعت احكي لك نكته. مرة واحد راح مع مريض عند الدكتور، قام اخذ الموعد، قال له الموعد بعدين لانه مريض. طيب عن اذنك لحدد لك موعد، رح احكي مع رفقاتي. شو يا شايفك بطلت تسافر؟ لا يا حبيبي قصدي بعدين نسافر. ما حلوة اسناني اهم. الشحاطة مضايقتك؟ بدك شحاطة جديدة شي راضي؟ هسه وقت الشحاطة انت فاني، خذ الشحاطة البسها ولو عيب قدام الدكتورة، ما حلوة داني، عيب، احنا اخوة ولو ما حلوة، عيب. ايه يعني بقدر اجي هلا؟ ايه طيب اوكي، ميرسي كتير، باي. تمام، نقدر نروح هلا على العيادة. حبيناك من كل هذا، من كل شيء صمامك.